بعد ما كان النادي الاهلي قريب جدا من التعاقد مع حامد حمدان المدافع الفلسطيني، اداره بيراميدز تخطف من الاهلي موهبه شابه. عايزك بقى تعمل لي لايك على الفيديو ده ونوصل لاكبر عدد من اللايكات عشان الفيديو يوصل لغيرك، وتعمل لي اشتراك لو انت بتتابع النادي الاهلي ويهمك اخباره. بيراميدز بيخطف كمان موهبه من الاهلي، وهي الموهبه الاردنيه عوده الفخوري. عوده الفخوري لاعب صغير في السن، جسمانيا ما شاء الله، كنت هتأيده تحت السن. كل ده وبالكواليتي ده بيراميدز قدروا يخطفوا منك اللاعب بنسبه كبيره، بنسبه 95% موجود في نادي بيراميدز. بطء تعاقد النادي الاهلي خسروا 2 لعيبه لحد دلوقتي، حامد حمدان وعوده الفخوري. الاثنين كانوا هيتأيدوا وما كانش هياخدوا مكان في القائمه بتاعه اللعيبه المحترفه. السؤال هنا دلوقتي ومليون علامه استفهام حوالين لجنه التعاقدات للنادي الاهلي عشان نبقى احنا فاهمين. على العموم كل التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى ان الاهلي يقدر يخلص في اللاعب ده، لان هو فعلا انا اتفرجت له على فيديوهات ان اللاعب فعلا يقدر يفيدك ويديك الاضافه. زي ما قلت لحضراتكم ان هو لاعب شاب هيتأيد تحت السن، فمش هياخد معاك مكان في القائمه، خصوصا ان انت الكواليتي ده مش موجود عندك في مصر. اتمنى ان تحصل تطورات وتحصل اي حاجه والاهلي يقدر ينجز في الموضوع ده. بطء التحضير، بطء التعاقد مع لعيبه، بجد الفتره اللي فاتت حواليه اسئله كتير قوي. ما تنساش تتابعني وتعمل لايك على الفيديو عشان الفيديو يوصل لغيرك. كل التوفيق للنادي الاهلي.